انا النهارده يا جماعه قررت ان انا هعمل الاكله الرسميه لاول 40 سنه في حياتنا، واللي مفيش مصيف او خروجه غير وهو متواجد بقوه. المهم خلينا ندخل في الموضوع على طول. الاساسي معانا ميه بصل وطماطميه صغيره كده مع شويه توابل واضافات تانية هكتبها لكم بالتفصيل تحت الفيديو. بعد كده بقى حطيت البانيه في التتبيله دي وقلبتهم كويس جدا، وبعدين جبت علبه ثلاجه وابتديت ان انا احط الفراخ جواها وقفلت عليها كويس، وسيبوها بقى في التتبيله دي على الاقل ساعه. وفي الاوقات دي تعالوا نحضر بقى البقسماط والدقيق. وفي الخطوه دي في ناس بتحب تستخدم بقسماط بس انا بحب استخدم بقسماط ودقيق مع بعض عشان البانيه ما يبقاش غامق. معاهم رشه ملح وفلفل اسود وكده فل. وبصراحه بقى يا جماعه انا ما بحبش الدوشه بتاعت طبق للبيض وطبق للدقيق والكلام ده، فببتدي احط البيضايه وكمان الدقيق على التتبيله دايركت كده، وبعدين اتبلها عادي بالبقسماط، لان هي بصراحه مش كتر اطباق يا جماعه، وبعدين خطوات كتيره قوي فيها جهد وانا ما بحبش الكلام ده. فالطريقه دي فل قوي وبيمسك وبيبقى زي الفل، وحتى لو ما مسكش هاكله برضه. نيجي بقى لخطوه التحمير، ودي مختلفه شويه عن اي تحمير يا جماعه.